تعالى اوريك ازاي علشان تبني لعب قصاد ضغط عالي، زي ما كنا بنتكلم في الفيديوهات اللي فاتت عن ريال مدريد الرديف، فبيضغطوا ضغط عالي فبيعملوا صعوبة ان الفرقة تبني من تحت. برشلونة كان ليها طريقة غير تقليدية، عرفت تطلع من الكورة بطرق لفرق حبت تبني من تحت وراحت قطعتها منها ريال مدريد بسبب التوازن الدفاعي والهجوم اللي كان في الملعب. الخمسة اللي بيدافعوا وخمسة بيهاجموا، فكانوا ماسكين الملعب صح ومتمركزين صح، فبيجبروه معانا غلط ويغلطوا في البساط. تعالى بقى نشوف الفرقة اللي هي برضو ما عندهاش مثلا القدرة والإمكانيات اللي هي تبني من تحت على طول، بس في نفس الوقت مش هينفع تلعب مباشر على طول، لأنه مش هينفع يخترق الوينج اللي قدام. لما تلعب له مباشر مش هينفع يخترق هو لوحده ويروح يعني قصاد الدفاع المتكتل اللي ورا ده اللي مش عايز يطلع لقدام. فهو في نفس الوقت هيلعب للوينج مباشرة عشان يعدي الضغط، وفي نفس الوقت هيبني من تحت. يلا بينا نشوف. بص هنا الفريق بيواجه صعوبة في مواجهة الثلاث مهاجمين اللي قدام لريال مدريد، اللي بيجبرهم إن هما يلعبوا التمرير الطويل عشان يتخطوا الضغط ده، لأن الضغط عالي زي ما أنت عارف بيقيد مسارات التمرير وبيربك خط الدفاع، وده اللي خلاهم يلعبوا للوينج مباشرة عشان يوسعوا اللعب لخط دفاع ريال مدريد زي ما أنت شايف، ويخلقوا زي ما أنت شفت أهو مساحة للاستحواذ. وبمجرد ما تجاوزوا خط الضغط ده عرفوا يرجعوا اللعبة تاني لخط الدفاع عشان يبدأوا الهجمة بطريقة مستقرة أكتر. ويزيد الحارس معاهم ويطبق مصطلح جول كيبر از فري مان، اللي بيمرر كرة طولية مظبوطة للاعب رقم 6 بين الخطوط، اللي هو البيفوت اللي بينزل يستلم. ومن النقطة دي يقدر يمر الفريق عبر مراحل اللعب المختلفة بطريقة منظمة، وينقل الاستحواذ عن طريق خط النص والأطراف لحد ما يوصل لتلت الهجوم الأخير اللي كل ده بيحصل علشانه. شفت بقى يا معلم؟ طرق اللعب مختلفة، الكرة مش كتالوج، مش واحد زائد واحد يساوي اتنين عادي، الكرة علم غير صحيح، كل حاجة ينفع كل حاجة ما ينفعش. أهم حاجة تعمل اللي يليق على إمكانياتك واللي ينفع قصاد خصمك. كان معكم حازم زناتي، حد بيحب يعرف الكرة بتتلعب ازاي. سلام.